بقول لكم لما تيجوا ناكل يا جدعان. يلا بقى، هو ده نظام الدايت المظبوط. شايفين الورك الحلو ده والصدر الملزلز ده؟ شفتوا القطمة الصغيرة دي؟ صوتها طرى. كل ده بقى مصيبة سودة. كل الأكل الحلو الجميل اللي يجري الريق ده وكله صوصات وطعمه يوديك في حتة تانية، مصيبة احنا واقعين فيها ومش عارفين نطلع منها. يعني ورك الفرخة اللي أنا أكلته ده يدمر صحتي تماما، وهيدمر أي حاجة صح أنتوا بتعملوها عشان صحتكم، وأي جرام خسيتوه في أي وقت من الأوقات الأكل الوهمي وكل البوازيك هتترد لكم 10 أضعاف. أنا عارف إن أنت اتوترت، تعالي كده واحدة واحدة وكله هيخس. في البداية كده احنا محتاجين نسأل نفسنا سؤال مهم جدا. هو احنا كنا محرومين من البروتين قبل كده؟ يعني احنا كمصريين مثلا عمرنا ما كنا بناكل لحمة وفراخ؟ بالعكس، احنا متربيين على المحمر والمشمر والعز واكل الوز. يبقى لازم في الاول كده نسأل نفسنا سؤال مهم جدا. ازاي مجرد مطاعم صغيرة اكلها وهمي وكله بوازيك وحاجات كلها كوليسترول زيادة واكل غير صحي في ظرف 2 3 سنين يبقى عندها بدل الفرع 50 في كل حتة في مصر؟ التوسع الشرس ده حصل ازاي؟ حصل بسببك انت. ايوه والله انت السبب، وهم ما بتوصوش ان هم يجروا رجليك. خدي بقى عندك وجبه الفرحه، وجبه اللمه، وجبه الشله، عرض الصحاب، عرض الاقوياء، عرض العتاوله، حاجات تلعب في عقلنا الباطل عشان تعرفكم ان اي لحظه سعيده في حياتكم مربوطه بالاكل بتاعهم، خصوصا ان الاكل ده بيتعمل بسرعه وان في نسبه محترمه جدا من البروتين والجبن اللي تخليكم تحسوا بالشبع. هتيجوا تبصوا مثلا على معدل الاكل، لو 3 مرات في الاسبوع، ده اللي هو الروتين الرسمي بتاع المصريين، يعني الجسم بيدخل له من 4000 ل 5000 سعر حراري زياده، وده معناه زياده وزن حقيقيه مش وهميه. دهون صريحه بقى، يعني مش شويه ميه جسمكم هيعبيها، ده وزن بيتعبى بالدهون الصريحه. الوجبه الواحده فيها من 1200 ل 1800 سعر حراري، يعني في الوجبه الواحده انت بتدخلي عدد سعرات حراريه جسمك محتاجها على مدار يوم بحاله. ده غير طبعا الحلو والبيبسي اللي بيحسسوك بالسعاده والشبع والدوبامين الزياده اللي بينطروا في جسمك كله. ويا ريت المصيبه تقف على قد زياده الوزن. دي محلوله يا عم، هنتعب فيها شويه بس محلوله. يعني المشكله الاكبر اللي بتعمله الدهون في جسمك. يعني مثلا انت ممكن يكون جسمك بيحرق بسرعه فالدهون ما تبقاش مؤثره على زياده الوزن، لكنها هتاثر عليك بسبب حاجات تانية زي الكوليسترول اللي بيضر الجسم، والاكل ده بيرفعه اصلا بنسبه كبيره جدا في جسمك. ولما الكوليسترول يزيد بيضغط على القلب وتبدا قصه تصلب الشرايين واحده واحده. يعني تبقى شاب عندك 25 او 30 سنه وشكلك عادي جدا والناس تقول عليك كمان صحتك زي البوم، لكن جواك شرايين بتشيخ بدري بدري. الصوصات اللي كلها زيوت وجبن وبهارات والاكل نفسه اللي معمول كله بدهون، وبيكون في دهون وشغط وحاجات احنا فاهمينها كويس جدا ملناش دعوه بيها، احنا مش جهاز حمايه المستهلك، بس الحاجات دي مع الوقت تعمل تصلب في الشرايين. المطاعم دي بتنجح بالشكل ده مش عشان بتبيع اكل، دي بتبيع شعور. لما تيجي تبص كده بص على السوشيال ميديا بتاعتهم هتلاقيهم بيعملوا اعلانات بتكلف ملايين سنويا، فلازم تفهموا ان العائد ورا كل ده اكبر بكتير. وهنا المسألة ما بقتش مجرد سندوتش وشوية بطاطس أو حتى فرخة محمرة أو برجر معمول على الفحم، الموضوع بيبقى أكبر من كده بكتير. دي بقت لعبة كبيرة جدا أنت أو أنت بتتجروا ليها عن طريق حاجة اسمها شبعني بسرعة، وتيجي بعد كده تشتكي من الكرش والسكر والضغط والقلب، ولما تيجي تتكلم مع حد يقول لك دي مرة في الأسبوع، بس الحقيقة هي مش مرة، المرة بتجر 2 و3، وهتبقى عادة في حياتك إنك تاكل أكل مش صحي. كل الدراسات بتقول إن الأكل الجاهز اللي بيتعمل بسرعة له علاقة بشكل مباشر في زيادة الوزن، وكمان بيأثر على اضطرابات الهرمونات، فبيحصل خلل في الشبع في جسمك، وجسمك هنا يبدأ يخونك، وتبدأ انت كمان تحس انك جعانة دايما حتى لو انت لسه واكل، لان الاكل ده اساسا مش معمول عشان تشبعي. عشان لو كان بيشبع ما كانش فتح بدل الفرع 50 في 5 سنين. والمشكلة مش هتحسوا بقى دلوقتي خالص، هتحسوا بقى بعدين وانت بتدفع فلوس الدكتور وفلوس التحاليل وفلوس في الجيم وفلوس في اكل صحي عشان بس وزنك ينزل شوية. والاخطر من كل ده هم اولادك. الطفل اللي عنده 10 سنين بقى بيتعمل له وجبات مخصوص، يعني اتربى على الاكل السريع والاكله العاديه اللي بتتعمل في البيت واللي بتبقى نظيفه وحلوه وما فيهاش اي دهون زياده بيبقى مش عايزها. والسؤال هنا مش الاكل طعمه حلو او وحش، السؤال بقى هل الاكل ده يستاهل انك تضيع صحتك عشانه؟ هل الاكل الوهمي والبوازيك الخطيره دي تستاهل كل الدهون دي؟ اسلوب حياتنا لازم يتغير ونرجع للاساس اللي احنا عليه. احنا معدل السمنه عندنا زاد في اخر 5 سنين 12%، ودي نسبه كبيره جدا جدا جدا. فلو عايزين تعيشوا حياتكم بشكل صحي وتحافظوا على عمركم وجسمكم من غير امراض، اسالوني في الكومنتات وهرد على كل الاسئله ايا كانت هي ايه. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده عشان كلنا هنخس.